واروح للدكتور محمد ربيع وكيل وزاره الصحه بالاقصر. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور. اهلا وسهلا. خلينا نطمئن على احوال المصابين، كم عددهم بالتحديد وايه نوعيه الاصابات؟ هم اجمالي ناتج الحادث 4، فيهم حاله وفاه واحده من الاهالي من الجزء اللي وقع من الطياره على الزراعات. وفي واحد ثاني اصابه برضه من الاهالي عباره عن كسر في الرجل. والطيار والمساعد بتاعه دول اصابات. الطيار والمساعد اصابات؟ امال حاله الوفاه من مين؟ من الاهالي. من الاهالي. اللي سقطت عليهم بقايا الطائره. جزء من الطائره. نعم. والاصابات يعني بسيطه ولا في منها؟ هم تحت الملاحظه وحالتهم دلوقتي مطمئنه جدا. هل في احتياج لنقلهم للقاهره ولا كل ما يلزم موجود في مستشفى الاقصر؟ لا، هم كل ما يلزمهم في الوقت الحالي موجود. لو في اي عمليه مش موجوده عندنا ما نقدرش نعملها هنا هننقلهم. بس انا الاقصر الدولي دايما فيها امكانيات كويسه. هتتقيم الحاله كمان ساعه كمان بعد العلاج اللي خدوه. ربنا يسهل ان شاء الله. طيب اشكرك دكتور محمد ربيع وكيل وزاره الصحه بالاقصر. اذا الاصابات حسب التصريحات الرسميه هذه المره من وزاره الصحه 4 اصابات ووفاه واحده. الاصابات من ضمنها قائد الطائره ومساعده، وحاله الوفاه من احد الاهالي اللي سقط عليهم جزء من اجزاء الطائره. وطبعا احنا كما ذكرنا بعض المنازل ايضا احترقت بسبب سقوط اجزاء من الطائره المشتعله عليها.